ازيكم عاملين ايه طلبة رابعة ابتدائي؟ هنحل مع بعض النهاردة exercise 18 على درس السيمتري. طيب هو هنا في أول سؤال بيقول لك does each figure appear to have a line of symmetry؟ يعني بيقول لك هل يا ترى كل شكل من الأشكال دي هيبقى عنده line of symmetry، هيبقى عنده يعني خط يقدر يقسم الشكل نصين؟ اختار yes أو no زي ما عملناها في الحصة. أنا بس هحل معاك سؤالين وخلاص. فمثلا طبعا في السؤال ده عشان تعرف تحله لازم ان انت تجرب كل الخطوط الممكنة. يعني مثلا نجرب كده، هل الجزء اللي فوق قد الجزء اللي تحت؟ لا يا مستر مختلفين. طب لو جيت عملت كده، هل الجزء ده زي الجزء ده؟ لا يا مستر مختلفين. طب لو جيت عملت كده، مهما فضلت ترسم عمر ما يطلع جزئين قد بعض. فبالتالي الإجابة ايه؟ نو. طب هنا اسهل حاجة هي اروح اقسمه بالنص كده اهي، هجيبه في النص. هتلاقي هنا باب نص، وهنا نص دايرة، هنا نص دايرة، هنا مثلث، هنا مثلث، هنا قطعة من البيت. هتلاقي الحتة دي هي بالظبط الحتة دي بس معكوسة. بس كده. فطالما ان الجزء ده قد الجزء ده يبقى ايه؟ يس. السؤال اللي بعده. طبعا كملوا انتوا بقى الايه الباقي لوحدكم. يعني السؤال اللي بعده. طيب السؤال اللي بعده برضه نفس الحاجة، بيقول لك determine if the drawn line، يعني بيقول لك يعني اتأكد أو يعني حدد هل لو الخط اللي مرسوم ده أصلا عبارة عن line of symmetry ولا لأ. يعني اتأكد لو الخط ده عبارة عن line of symmetry ولا لأ. circle the shapes، يعني حط دايرة على الأشكال that show a line of symmetry، اللي بتظهر فعلا اللاين of symmetry ده. يعني حط دايرة على الأشكال اللي فعلا ده عبارة عن خط بيقسمهم نصين. طيب انا بس عايز احل معاك ايه، احل معاك ده واحل معاك ده. تمام. طيب مثلا في الشكل ده، هل الشكل ده كده فعلا لو انا جيت عملت الخط ده، هل فعلا الجزء اللي فوق زي الجزء اللي تحت؟ يا مستر اهو فعلا ادي مثلث ومثلث وادي المستطيل والمستطيل، فالجزئين قد بعض بالظبط. يبقى بالنسبه لي ايه؟ يبقى كده بالنسبه لي هحط دايره على الشكل ده، واللي يحط السيركل على الشكل المظبوط اللي فعلا عنده لاين اوف سيمتري. طب الاف، هل الاف يا ترى احط عنده دايره؟ لا يا مستر. ليه؟ الخط ده هل الجزء ده زيه زي الجزء ده؟ لا يا مستر. من فوق مش عارف ارفع ومن تحت اتخن. غلط، ده كده مش تبعنا. تمام. بس كمل انت بقيه الاشكال بقى كلها لوحدك. السؤال اللي بعده. طيب في السؤال ده برضه نفس النظام، هو بس عايزك تكالر، هتلون بقى المره دي. each shape يعني كل شكل that has اللي عنده one or more lines of symmetry، يعني هتلون الأشكال اللي عندها واحدة أو أكتر من line of symmetry. يعني في شكل عنده ممكن خط، ممكن شكل عنده ينفع يتعمل له خطين أو أيا كان يعني. فسواء عنده خط أو أكتر هتلون الشكل ده. طيب تعالى نشوف الأشكال اللي ليها. مثلا الشكل ده لو أنا جيت جربت أرسم خط ده، فعلا الجزء ده قد الجزء ده، خلاص يبقى ده من ضمن الأشكال اللي هتتلون. تمام ماشي. طب هل الشكل ده ينفع يتلون؟ لو انا جيت قسمته كده، ده مش هو ده. قسمته كده، ده مش هو ده. مش الحته اللي فوق مش قد اللي تحت. مهما هترسم فيه مش هيديك حاجه، فبالتالي الشكل ده مش تبعنا، مش هيتلون. تمام، عشان ده ما عندوش لاين اوف سيمتري. لون انت بقى ايه وكمل بقى، شوف بقيه الاشكال مين اللي ينفع ومين ما ينفعش، ايه اللي ينفع لونه وايه اللي ما ينفعش ما تلونوش. السؤال اللي بعده. طيب هنا كده بيقول لك ايه look at each shape draw one line of symmetry for each one، يعني هتبص على كل شكل وترسم له ايه، ترسم له اللاين اوف سيمتري بتاعه. تمام. طيب انا مثلا هاخد ال الرقم جي. هل لو انا عملت كده هل هعرف ارسم اللاين اوف سيمتري؟ لا. خلي بالك هو بس مديك هنت او مديك يعني زي ملحوظه كده، بيقول لك ايه، بعض الاشكال some figures has more than عندها اكتر من لاين، فعادي يعني. طيب فمثلا الشكل ده، هل لو انا عملت كده هل ده قد ده؟ لا يا مستر كده غلط. طب لو رسمته كده غلط. طب لو رسمته كده، فعلا يا مستر الجزء ده قد الجزء ده بالظبط، يبقى هو ده اللاين اوف سيمتري بتاعي. بس لما نيجي نرسمه ازاي؟ بدنا نرسم خطوط منقطة كده، وهنا كده في سهم، وهنا كده ايه اهو في سهم. بس كده. كمل انت بقى بقية الاشكال لوحدك. السؤال اللي بعده. او ثاني بس هقولك على حاجة. مثلا شكل زي المربع، انا عادي ممكن ارسم اللاين اوف سيمتري كده، او ممكن ارسمه كده. تمام. عشان كده دي بس الحته اللي بيقول لك ايه مور ذان لاين اوف سيمتري، بس في الاخر هو عايز ايه؟ هو كتب لك قال لك 1 بس. تمام. طبعا يا ترسم ده يا ترسم ده. يلا السؤال اللي بعده. برضه نفس النظام، هي نفس الأسئلة بالظبط. بيقول لك بص على كل symbol look at each symbol some of the symbols are symmetrical، بعضهم فعلا symmetry يعني بعضهم ينفع ان انا اقسمه. كلمة some of the symbols are symmetrical،
بعضهم ينفع فعلا يتقسم but some are not، وبعضهم مش هينفع اقسمه. كلمة symmetrical يعني ينفع يتقسم، ينفع يتقسم لشكلين قد بعض. draw lines of symmetry in the symmetrical symbols، بيقول لك ارسم ارسم line of symmetry، ارسم الخط في الشكل اللي هو ينفع يتقسم. طيب فمثلا شكل زي البي اقدر اقسمه كده بس، خلاص رسمت له اللاين اوف سيمتري بتاعه. يلا كمل تبقى الاشكال بقى. ايه السؤال اللي بعده؟ طيب برضه نفس الحاجة، draw a line of symmetry in each of the following. طيب مثلا ممكن اعمل الاي مثلا ممكن اعمله كده اهو، هيديني الحتة اللي فوق قد الحتة اللي تحت بس. اهم حاجة في الموضوع ان انت لو جيت تنتهم مع بعض يقعوا على بعض، لو جيت تنتهم يقعوا على بعض. تمام. السؤال اللي بعده، يعني مثلا ثواني، يعني مثلا حاجة زي حرف التي ده مثلا، او ثواني انا بس كنت عايز اقول لك حاجة في السؤال اللي فات ده بس نسيت اقولها ملحوظة. مثلا حاجة زي الزد كده، هو انا جيت الزد ده لو انا جيت قسمتها كده، هو لو انا جيت بقى تنيت الشكلين انت هتحس ان هو زي ما يكون الحتة دي قد الحتة دي، يعني هنا عندي خط وهنا عندي خط وهنا مايلة وهنا، هتحس ان زي ما يكون الحتتين قد بعض. بس في الواقع ما هو الخط ده معناه ان انا لازم اتني ده وده يتني، فلازم الشكلين يتنوا على بعض. يعني الجزء ده لما يتني مع الجزء ده هل هيقعوا على بعض؟ يعني انت تفتكر لو انت كده عملت حرف زد، لو انت حتى مش متخيلها اعملها على الورقه وقصها وجرب اتنيها، هل هيتنوا مش هيتنوا؟ طب لو عملتها كده لا، هتلاقي الجزء ده مثلا جه هنا التاني كده والجزء التاني فوق التاني عمل كده. هل وقعوا على بعض؟ يعني هل الورقه اتقفلت؟ لا يا مستر ما اتقفلتش. تمام، فبالتالي مش هينفع ان هو يبقى لاين اوف سيمتري. تمام. بس دي بس كده كانت ايه ملحوظه على السؤال رقم 5. تمام. يلا السؤال اللي بعده برضه نفس الحاجة، عايزين in each shape، لا بس المرة دي بقى هنرسم بقى. بيقول لك هنا in each figure picture، في كل صورة you can see half of the shape، بيقول لك انت شايف نص الشكل and the line of symmetry and the ايه and the line of symmetry. تمام، واديك شايف اللاين of symmetry مثلا هنا ده كده line of symmetry، ده كده line of symmetry وهكذا. use that information to draw the rest of the shape، بيقول لك استعمل الانفورميشن دي عشان ترسم بقية الشكل. طيب احنا كنا قلنا معلومة في الحصة انه دي عاملة زي المراية، تبعد هتبعد، تقرب للصورة هتقرب للمراية، الصورة تقرب منك. فمثلا هنا او بلاش مثلا الشكل ده، تعال ناخد الشكل ده عشان اصعب شوية. هو دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ تخيل كده ان هو واقف قدام المراية، فهنا الشخص عمال بيبعد، يبقى انا لازم كمان هعمل ايه؟ هبعد اهو بس كده. طيب بعد كده عمال بيبعد تاني ينزل لهنا، هبعد تاني هنزل لهنا اهو. انا بحاول ارسم زي ما هو بيرسم بالظبط. طيب بعد كده بينزل بيقرب شوية، هبتدي انا كمان اقرب، بس اخد بالي ان دي كده ما كانتش مظبوطة، محتاج اقرب كده اهو. يعني احاول طبعا على قد ما اقدر ايه ارسمها يعني. تمام. وفي الاخر لغايه لما اوصل لهنا اوصل انا كمان لايه لهنا بس، فيعني تقريبا الشكلين قد بعض يعني. تمام. بس فهي دي كل الحكايه، بس ان هي عباره عن ايه، تحاول تكمل بيت الشكل، هي عباره عن مرايه بس لا اكتر ولا اقل. يعني هو بيبعد فانت هتبعد، برضه لسه بيبعد فانت لسه بتبعد. ابتدى الشخص يقرب من المرايه، هتبدا الصوره تقرب هي كمان من الايه من المرايه، يلمسوا بعض يلمس بعض بس كده. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لك هنا كده ايه، how do you determine، يعني ازاي تعرف if a shape or symbol has a line of symmetry. يعني بيقول لك انت حدد او انت ازاي هتعرف هل الشكل ده او هل السيمبل او الشكل عنده line of symmetry ولا لا. تمام، يعني بيقول لك انت ازاي بتعرف هل الشكل ده ليه line of symmetry ولا لا. فدلوقتي انا المفروض ازاي اعرف ان فعلا الشكل ده ليه لاين اوف سيمتري ولا لا. انا لسه قايل لك في السؤال بتاع الزد، فاكر لما حلينا الحته بتاعت الزد، قلت لك هو انا لو جيت قسمتها كده هل الشكلين دول انطبقوا على بعض؟ يعني هل قفلوا على بعض؟ لا يا مستر، هتلاقي ده قفل كده وهتلاقي الحته اللي تحت دي لما تيجي تنزل قفلت كده. انا قلت لك ساعتها تخيلها بايه؟ تخيل ان انت جبت ورقه وتنتها، يعني جرب كده، هات ورقه تمام وارسم عليها حرف الزد وقصها وجرب اتنين، شوف هل الورقتين هيقفلوا على بعض ولا لا. يعني مثلا المربع
تعالى جرب يقسمه، هتلاقي الحته دي قفلت على الحته دي، لكن الزد عمرها ما هتقفل، حتى لو جيت رسمتها كده برضه عمرها ما هتقفل. طيب فمن الاخر بنعرف ازاي لو الشكلين قفلوا على بعض خلاص يبقى انا كده لاين اوف سيمتري، يبقى انا كده فعلا الشكل ده ينفع ليه لاين اوف سيمتري. طيب الكلمه اللي انا قلتها دي بالانجلش، سوري بالعربي، نقولها ازاي بالانجلش؟ هتلاقيها هي هنا بالظبط اهي. بص هنا كده بيقول لك ايه، زي اللي هو قصده الشكلين يعني اللي هم اتقسموا. They can be folded into two concurrent parts that fit on top of each other. يعني لما يتنوا مع بعض in two concurrent parts، يعني شكلين قد بعض لما يتنوا. زي هنا مثلا الكرة دي، انا الكرة دي لو جيت تنتها ودي تنتها هيقفلوا على بعض، هيقفلوا على ايه؟ على بعض بالظبط. فدي معناها كلمة concurrent parts، يعني أشكال زي بعض بالظبط تقفل على بعض، أشكال تقفل على بعض بالظبط. أهي that fit on top of each other. كلمة fit on top of each other يعني يبقوا موجودين على بعض، يعني يبقوا لازقين فوق بعض. أهي on top of each other لازقين فوق بعض يعني، تمام. وكلمة concurrent يعني زي بعض، تمام. وكلمة folded يعني يتنوا. بس فمن الآخر إيه؟ أو بعرف منين؟ لو كان زي can be folded into two concurrent parts that fit on top of each other، إن هما شكلين قد بعض بالظبط يتنوا فوق بعض بالظبط، تمام. بس يعني يعتبر الإجابة إيه؟ الإجابة من أول هنا لغاية هنا بس، تمام. السؤال اللي بعده. طيب بيقول لك هنا كده ايه؟ بيقول لك هنا كده where do you see geometry in the world around you؟ يعني فين انت بتشوف geometry شكل هندسي في العالم حواليك؟ where do you see shapes, lines and symmetry؟ فين بتشوف الاشكال والخطوط والحاجات السيمتري؟ how does geometry make the world around you more beautiful and interesting؟ ازاي الجيومتري بتخلي العالم حواليك around you more beautiful، جميل جدا و interesting، مشوق. يعني هو من الاخر بيقول لك ايه؟ قول لي الجيومتري فين مثلا حواليك، او فين الاشكال اللي بتشوفها حواليك، ايه الحاجات اللي ممكن شفتها في حياتك فيها لاينز او شيبس او سيمتري، حاجات قد بعض، او يعني ايه الممتع في الاشكال دي. طبعا مثلا حاجات على سبيل المثال اقدر مثلا اقول له مثلا ايه، آه وي مثلا ميك تي في، احنا مثلا بنعمل تلفزيون on the shape على شكل مثلا ريكتانجل، يبقى احنا بنعمل تلفزيون على شكل مثلا ايه؟ ريكتانجل. ممكن ممكن مثلا اقول له ايه؟ I eat an apple، انا مثلا باكل تفاحة على شكل دايرة in the shape of circle. يبقى انا مثلا ممكن مثلا اكل تفاح على شكل مثلا ايه؟ على شكل دايره، تمام. دي حاجه من الاشكال اللي بشوفها حواليا. بس وهكذا، يعني يقول له اي اشكال او اي جمل من الحاجات اللي ايه؟ اللي حواليك يعني، تمام. طب بالنسبه للحاجات اللي فيها سيمتري ممكن مثلا اقول له ايه؟ I bring a paper in the shape of square. يعني معناه ايه؟ معناه مثلا انا بجيب ورقة في شكل سكوير، على شكل سكوير and fold it into two equal parts. يعني انا ايه؟ معناه ان انا بجيب ورقة في شكل سكوير وبتنيها في جزئين قد بعض. fold it into two equal parts، بتنيها في جزئين ايه؟ بتنيها في جزئين قد بعض، تمام. بس يعني اكتب انت اي حاجة براحتك يعني، تمام. يلا السؤال اللي بعده. طيب ركز بقى في السؤال ده عشان ايه؟ في كده سن التفكير. بيقول لك انا كده look at the following picture، يعني بص على الصورة اللي قدامك دي، تمام. and then follow the directions، واتبع الايه؟ اتبع الخطوات يعني. بيقول لك هنا كده color two perpendicular lines blue، يعني بيقول لك لون اي اتنين perpendicular lines blue. شوف انت فين على الرسمة، فين الحاجات اللي ممكن تكون perpendicular
يعني ايه مستر بيربنديكولار؟ قلنا يعني عامله زي علامه ال المقلوبه. عارفين انتوا حرف ال؟ اهي دي كده كانها عامله، دي كده البربنديكولار، تمام. او عامله شبه شكل المثلث، سوري، شكل المسدس. تمام اهو. او حرف ال، يعني هي بالظبط عامله زي حرف ال بس. فمثلا ممكن مثلا زي ايه، هي واضحه قوي مثلا اهي، دي كده اهي عامله شكل ال، حرف ال مقلوب اهو هنا برضو، وهنا وفي هنا وهكذا. ممكن مثلا هنا، ممكن مثلا هنا اهو برضو يعني عامله زي ال برضو مقلوبه، وهكذا ماشي. طيب بيقول لك what shape are the restrooms؟ بيقول لك ايه الشكل اللي بتاع الريست روم؟ فين يا مستر الريست روم؟ دور دور اهي الريست روم. قول لي الشكل ده بنسميه ايه؟ طيب بيقول لك لون اي اتنين بارل جرين، اي اتنين بارل لاينز جرين باللون الاخضر. مثلا مين يكون بارل؟ اهو مثلا الخط زي ده بارل مع الخط ده. هو انا لو جيت طولت ده وطولت ده وده طولته وده طولته، هينفع يتقابلوا مع بعض؟ عمرهم ما يتقابلوا مع بعض. فبالنسبه لي ايه بارل، وهكذا بقى اكمل اي خطين بارل، اي خطين ايه بارل لبعض، تمام. لونهم باللون الاخضر. طيب how many quadrilaterals؟ قلنا يا مستر كلمة quadrilaterals معناها الأشكال اللي مكونة من أربع خطوط. تمام. فبيقول لك كم عدد الكوادريلاترالز in the park؟ طبعا دي انا بيقول لك طبعا دي جيومتري بارك، يعني دي عبارة عن حديقة اهي، دي كلها حديقة. فعايز يعرف في كم شكل في أربع، يعني في كم شكل في أربع خطوط. مثلا أهو ده كده يعتبر شكل أهو، أدي خط اتنين تلاتة أربعة. ده مثلا ادي واحد تاني. كمل انت بقى ايه، عد الباقي، تمام. طيب بيقول لك هنا كده color to intersecting، ادي اهو خلي بالك قال لك مره perpendicular مره parallel، وطبعا مره ايه المره دي مره intersecting lines بالريد. intersecting lines يعني خطوط ايه بتتقابل مع بعض. ممكن مثلا ايه اللي بيتقابل مع مين؟ اهو مثلا ده خط اهو مع ده اهو، الخطين دول اتقابلوا مع بعض. اي خطين متقابلين، اي خطين متقابلين. طبعا خلي بالك محدش يجي يقول لي طب ما هو ده مستر perpendicular مش هينفع. لا على فكرة عادي برضو. ما بالنسبة لي perpendicular intersecting. بس طبعا لأنه هو للأسف عمل ألوان مختلفة، فخلاص يعني الحاجة اللي أنت لونتها أزرق خلاص تبقى أزرق زي ما هي. فهات أي حاجة تانية intersecting، مثلا زي ده أهو بيتقابلوا مع بعض. مثلا دولت متقابلين مع بعض. مين تاني مثلا أهو، دي مثلا كده أهو اتقابلوا مع بعض، الحتتين دول كده متقابلين مع بعض، وهكذا. تمام. طيب circle and label three different two dimensional shapes. بيقول لك حط دايرة، تمام، وليبل يعني حط لي مثلا الاسم بتاع الشكل ده عبارة عن ايه، للثري ديفرنت، لثلاث اشكال او ثلاث حاجات ايه مختلفة من تو dimensional shapes. قلت لك كلمة تو dimensional يعني اي حاجة بتترسم على الورق. كل دول اساسا مرسومين على الورق، كل دول ايه مرسومين على ورقة. تمام. في الاخر انت عندك كتاب ده عبارة عن حتة ورقة مرسوم عليه الاشكال دي. طبعا شيبس معناها اشكال، تمام. فبيقول لك يعني من الاخر انا حط لي دايره وقول لي ايه الاسم بتاع اي ثلاث اشكال مختلفه اهو. 3 ديفرنت يعني ثلاث اشكال ايه مختلفه، طبعا 3 ديفرنت شيبس يعني ثلاث اشكال ايه مختلفه، تمام. فمثلا ممكن مثلا ايه اروح مثلا احط دايره على البارك، تمام. طبعا عشان بس ما نبوظش شكل الرسمه، فانت ممكن تكتبها كده يعني. مثلا البارك، البارك دي طبعا هي دي الوحيده اللي اسمها بارك. فمثلا هتيجي تقول مثلا ايه، تيجي مثلا تعمل له كده مثلا سهم وتقول له مثلا ايه، وتقول له كده دي شكل ريكتانجل. بس مش طالب منك اكتر من كده. مثلا الشكل ده هتيجي انا مثلا تكتب لي جازيبو، وتعمل لي سهم وتقول ده مثلا شكل ايه. طبعا ادي خط اتنين تلاتة اربعة خمس ستة، عشان ده فيه ست خطوط فبنسميه يا مستر بنسميه هيكساجون. تمام. بس اديني يعتبر عملت لك اتنين. هات لي انت بقى ايه، هات لي انت اي شكل تالت، تمام. طيب بيقول لك هنا كده ايه find the perimeter and area of one of the football pitches. هات لي هات لي البريمتر والاريا بتاع واحد من الفوتبول بيتشز، يعني واحد من ملاعب الكوره. كلمه بيتشز دي يعني ملعب كوره طبعا، وفوتبول يعني كوره، فمعناه ملعب كوره. فانت مثلا عندك ملعبين اهو، عندك ملعب ودي عندك ملعب بس. هات لي بقى الايه الاريا والبريمتر بتاع واحده منهم، يعني مثلا نحسب دي عشان دي اللي مديها لك جاهزه اهي.
عندك الطول ده 120 متر، والحته دي كده الويتس 80 متر. بس احسب له بقى الايه البريمتر والاريا مع نفسك. طيب draw at least one line of symmetry. ما ننساش بس ان احنا لما بنيجي نجيب البريمتر والاريا بنعمل له خطوات عشان ما ينقصناش. يعني مثلا الاريا اهي، الاريا ايكوال، هنقول له كده ايه length باي ايه length باي ويتس. طيب البريمتر equal 2 باي length بلس ايه length بلس ويتس. انا بس ايه قلت افكرك برضو بالقانونين اهم، تمام؟ بس يبقى ده قانون الاريا وده قانون البريمتر، ايه عوض بيهم واحسب. طيب هنا كده باخر حاجه كده بيقول لك ايه draw at least one line of symmetry on the garden gazebo and the statue. يعني بيقول لك على الاقل ارسم لي واحد من اللاين اوف سيمتري، مره على الجاردن، مره على الجازيبو، مره على الاستيتيو. تمام، ارسم له انت بقى ايه، شوف بقى فين الجاردن والجازيبو والاستيتيو في الرسمه، شوفهم هو فين وارسم لهم ايه لاين اوف سيمتري. تمام، يلا السؤال اللي بعده. طيب ده برضه يعتبر ايه نفس السؤال اللي فات، بس المره دي انت اللي هترسم. يعني بيقول لك use a graph paper، يعني هات ورقه رسم. follow the guidelines، يعني to design label color your own park. هنا المره دي بقى ايه، يعني بيقول لك اتبع التعليمات. guidelines يعني التعليمات، علشان وانت بتصمم وبتكتب وبتلون الحديقه الخاصه بيك. تمام، your own park. Your park must include، يعني بيقول لك الحديقة بتاعتك المفروض must include تحتوي على، طب تحتوي على ايه؟ اي دي بقى الحاجات اللي هو طلبها منك. At least two pathways that intersect، يعني على الأقل بيقول لك عايز طريقين بيتقاطعوا مع بعض. أنا مثلا هرسمها لك دي مثلا ازاي طريقين أهو. دي مثلا طريق أهو، طريق أهو، هتلاقي مثلا ايه اتقاطع مع طريق تاني أهو. بس مثلا يعني ادي عندك اهو ايه، بس كده عندك اهو ده كده طريق، وده كده ايه طريق اهو، بس واتقطعوا مع بعض اهو في الحته دي كده، يعني متقابلين مع بعض. بس مثلا يعني على سبيل المثال مثلا، عارف عامله زي ايه، عامله زي دي مثلا اهي، ده طريق وده طريق واتقطعوا مع بعض، بس نفس الحاجه يعني. تمام، وهكذا at least two busways are parallel. هات لي بقى مش عارف اتنين busways parallel. فممكن مثلا نكملها كده اهي، ممكن مثلا لو حبينا نكمل دي اهي، ادي ده كده خط، ومثلا لو هنجيب له خط تاني عامل كده اهو في نفس الوقت، او الطريق ده بارلل مع الطريق ده، يعني مش بتقابله. يعني انت عمرك ما هتشوف الطريق ده متقابل مع الطريق ده، دي معنى كلمة بارل. بس كمل انت بقى الباقي لوحدك. بيقول لك بقى ايه a play space for children، يعني مساحة لعب للأطفال على شكل كوادريلاترال، في شكل يعني أي شكل من الكوادريلاترال، الحاجات اللي هي أربع خطوط زي المربع المستطيل كده. جاردن حديقة عندها البريمتر ب 40 متر. تمام، عايزين حديقة البريمتر بتاعتها ب 40 متر. اسهل حاجة مثلا اعملها سكوير، اعملها ريكتانجل يعني. طيب بيقول لك هنا كده a monument or statue in the shape of pentagon، يعني عايزين زي تذكار او عايزين زي تمثال كده في شكل بنتاجون. طيب بيقول لك a water feature like a lake، يعني عايزين كده بحيرة. ووتر فيتشر لايك أليك، يعني كلمة ليك يعني بحيرة، فعايزين بحيرة مية. تمام، أو يعني بيقول لك يعني ووتر يعني مية طبعا، فيتشر لايك. فيتشر كلمة أو فيتشر معناها مميزة، يعني عايزين مية مميزة كده شبه الإيه، شبه البحيرة. أو فاونتن مثلا زي نافورة، أو حمام سباحة مثلا. اللي عنده الاريا بتاعته كام 32 سكوير مترز، المهم ان الاريا بتاعته كام 32. طيب فشوف مثلا لو هتعملها على شكل ريكتانجل، شوف مثلا اللينس بكام والويتس بكام، علشان في الاخر يديك الاريا ب 32. وطبعا نفس النظام هنا محتاجين نشوف مثلا اللينس بكام والويتس بكام علشان نجيب له البريمتر بتاعه ب 40. سيمتريكال ريستورانتس، طبعا خلي بالك السؤال ده والسؤال ده المفروض دول كانوا عليكم في ثالثه ابتدائي. تمام، يعني دي كانت حاجات اصلا من ثالثه ابتدائي.
لو ما عرفتش تحلها برضه ما افتكرتهاش من السنه اللي فاتت، هبقى انا ان شاء الله يعني هحلها معاك في الحصه، ماشي. طيب بيقول لك هنا كده symmetrical rest rooms، يعني مثلا بيقول لك اوض، اوض فيها راحه، معنى كلمه ريست رومز يعني اوض للراحه، ويكونوا سيمتريكال، يعني ينفع ان انا اقسمهم، ينفع ان انا ايه اقسمهم with more than 4 sides، بس اهم حاجه يكونوا ايه اكتر من 4 sides. طب مين اللي بيبقى اكتر من 4 sides؟ زي البنتاجون، الهكساجون مثلا، ده كده مثلا الهكساجون اهو، ده كده مثلا الهكساجون، ادي خط 2 3 4 5 6، فكده المهم ان هو اكتر من كام، اكتر من 4 خطوط. عايز تقسمه بقى بنتاجون اللي هو 5، هبتاجون 7، وهكذا براحتك يعني، تمام. يلا السؤال اللي بعده. طيب بسرعة كده بقى اللي تشوز، هنا مثلا عايز يعرف مين فيهم سيمتري، هنا برضو which of the following، يا ترى مين فيهم برضو سيمتري. هنا مثلا عايزك تعرف ايه number of lines، هنا بقى المرة دي عدد الخطوط بالظبط اللي ينفع تقسم الشكل ده لأكتر من حاجة. سوري، يعني هو عايز يعرف هنا number of lines of symmetry، يعني أنا مثلا ايه، أقدر أرسم له كام line of symmetry، يعني مثلا ده مثلا على سبيل المثال ده مثلا خط من ضمن الخطوط اللي ينفع يقسم لي الشكل نصين. جرب بقى شوف هل في خطوط تانية ولا لا، لو مفيش خلاص يبقى مثلا واحد بس، او لو في شوف بقى هما كام خط هينفع يقسموا الشكل نصين، تمام. طيب بيقول لك برضه نفس النظام، الشكل ده has نقط line of symmetry او lines of symmetry، يعني برضه نفس النظام، عنده كام خط of symmetry، عنده كام خط symmetry. طيب بيقول لك all of the following figures show a line of symmetry except، ما عدا، يعني كل دول عندهم line of symmetry فعلا حقيقي، بس ما عدا مين فيهم اللي غلط. نفس النظام برضو، نفس السؤال برضو هو يعني. هنا كده بيقول لك all of the following figures have line of symmetry، برضو نفس الايه، برضو نفس هو نفس السؤال زي الاثنين اللي فوق دول، تمام. بس كده الحمد لله خلاص، خلصنا. لازم ترجع تحل انت الاسئله تاني بايدك، ما ينفعش تتفرج عليا. لو في حاجه متلخبط فيها حاول ترجع الفيديو. لو واجهتك اي مشكله يبقى طبعا ايه وريها لي في الحصه ان شاء الله. بس ودي ارقام تليفوناتي اللي حابب طبعا ايه يتواصل معايا. ربنا معاكم، ذاكروا كويس، مع السلامه.